يأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي اليوم بهذا المركز الاجتماعي اللي هو ثمرة من ثمرات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار تجويد وارتقاء بمنظومة محاربة الأمية بهذا القطاع، بهذه المراكز الاجتماعية، خصوصا الاستهداف ديالها للجمعيات الشركة والجمعيات العاملة في هذا المجال. لأن تنظيم هذا اللقاء هو في الحقيقة هو من أجل شرح مضامين اقتراح مشاريع الجمعيات العاملة في المجال، من أجل تجويد العمل داخل هذه المراكز هذه، ومن أجل الارتقاء بمنظومة المساعدة الاجتماعية على صعيد المراكز الاجتماعية، خصوصا المراكز التي شيدت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء هو ثمرة جهود مجموعة من الفاعلين، هو لقاء مشترك مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صعيد مندوبية الكناس، بحضور جميع الفاعلين المتدخلين، خصوصا المجتمع المدني الذي يشتغل في هذا البرنامج، من أجل تقديم واحد المجموعة من الشروحات، واحد المجموعة من الاقتراحات، وكذلك مواكبة هذه الجمعيات خلال مسار تقديمهم لهذه المشاريع، حتى يكون استهداف حقيقي للفئات المستهدفة، خصوصا النساء في وضعية صعبة، من أجل تسهيل إدماجهن الاجتماعي، وكذلك من أجل تثمين خبراتهن حتى نرتقي بمنظومة التمكين والريادة لإدماج اجتماعي فاعل وهادف، تماشيا مع الأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كذلك مع السياسة العمومية التي تعمل وزارة التضامن وقطاع التعاون الوطني على تنزيلها في إطار برنامج جسر، خصوصا الشق المتعلق بالتمكين والريادة. لأن التمكين والريادة ومواكبة النساء الحاملات المشاريع يفرض علينا جميعا التنزيل الأمثل لبرنامج محو الأمية داخل هذه المراكز، حتى تكون هذه المشاريع هادفة وفاعلة، وكذلك لها وقع على مستوى التمكين والريادة للفئات الاجتماعية، خصوصا النساء في وضعية صعبة.